عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم في القناة ديالي غالي. اليوم جيت غادي ندير معكم واحد الرغيفات معسلين باللوز ساهلين. غادي نبداو على بركة الله. غادي نبداو البنات مع العقدة ديال اللوز. عندي 400 غرام ديال اللوز، درتو في الماء مغلي وقشرته وبيتو حتى نشف مزيان. عاد غادي نطحنوه مع نصف الكميه تاع سنيده، يعني 200 غرام سنيده. وراه ما بينت لكمش هنايا، راه ضفت معلقه ديال القرفه ومعلقه ديال المسكه الحره، كتجي عاطيه واحد المذاق رائع. طحنته مزيان كما كتشوفوا. من بعد غادي نزيدو عليه 2 معالق ديال الزبده. غادي نحركوه مزيان، يعني نعجنوه بيدنا مزيان حتى يقدر نقدر ندير به كويرات صغار باش ان شاء الله غنديروهم في الرغيفه ديالنا. هانتوما كتشوفوا كيتعلق، كيجي رائع. غادي ندوزو البنات دابا للمقادير نتاع الرغيفه ديالنا باش غادي نعجنوها ان شاء الله. عندي العسل نوعيه جيده، كاين الزيت القلي، كاين الملحه، كاين زلافه نتاع الدقيق الابيض، وكاين 4 زلافه نتاع الفينو، كاين جنجله للتزيين واللوز طبعا، كاين كاس الماء دافي فيه الزعفران شعره، معلقه نتاع ماء الزهر، كاين 3 المعالق الزيت، معلقه الزبده، كاين راس المعلقه ديال الخميره الحلوه، خميره حبيبات حتى هي، وكاين نص معلقه كبيره نتاع النافع، وكاين معلقه المسكه الحره. غادي نخليكم المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف. كنبداو كنديروا طحين مع الفينو. وما تنساوش البنات الزعفران، انا ضفتو، اللي ما بغى يدير غير الزعفران شعره يقدر يديرو بوحديتو. هانتوما نص معلقه اولا ما كاملاش كاع، نص معلقه كبيره نتاع النافع مطحون. غنعاود معكم مقادير: معلقه كبيره نتاع معلقه صغيره نتاع الخميره ديال الحبيبات، وكاين معلقه ديال المسكه حره، وكاين راس المعلقه ديال الخميره الحلوه، وغادي نضيف القليل من الزعفران، وطبعا واخيرا غادي نضيف الملحه. كتجي رائعه هاد الرغيفه. كنخلطوا النواشف مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا مزيان. وغادي نبداو نكبوا السوائل. غادي نبدا ب3 نتاع المعالق نتاع الزيت، زيت المائده، ونزيد الملعقه نتاع الزبده، ملعقه واحده كبيره دايبه، وكاين ملعقه نتاع ماء الزهر. غادي نبدا كنرمل العجينه ديالي بهذه الطريقه هذه. ندخل المكونات مزيان. بالنسبه للبنات داك المعلقه ديال النافع، معلقه صغيره اولا نص معلقه كبيره، دقوها مزيان اولا طحنوها مزيان باش ان شاء الله ملي تطلقوا العجينه ما تقطع لكمش. دابا غادي نخوي الكاس ديال الماء دافي اللي درت فيه الزعفران شعره. غادي نصفيه، الا ما بغيتيش تصفيه ماشي مشكل. غادي كنبدا كنخلط وعيني ميزاني على حساب الدقيقه. البنات ما نقدرش نعطيكم الكميه المضبوطه نتاع الماء، يقدر ياخذ لكم كاس، يقدر كاس وشي حاجه، كاس وربع. انا دخل لي هنايا كاس وربع ديال الماء. ما كتجريهاش بزاف وما تخليهاش قاصحه بزاف. هانتوما عينكم ميزانكم، كتخدميها وكتشوفي العجينه في يدك كي دايره. وكتبداي تدلكيها شويه
بالكف ديال يدك على هاد الطريقه باش كيدخلوا المكونات مزيان. راه كلشي الحمد لله كيعرف كيفاش يعجن. وغادي نشوف بلي خاصني شويه د الماء، غادي نزيد لها شويه د الماء. وغادي نستمر حتى نجمع العجين ديالي مزيان ونشوفوا ليان في اليد ديالي. نتوما راه كتلاحظوا معايا العجين راه رطاب، مبقاش كيما الاول. صافي دابا غادي ندهنها بزويته. راكم عارفين البنات ضروري تخليو العجينه ترتاح شويه. انا خليتها 10 دقائق اولا ربع ساعه ورجعت دابا كندهني يديك بالزيت المائده وكتبداي كديري كريات على حسب الحجم اللي باغيه نتيا تكون الرغيفه ديالك. الا بغيتيها كبيره تكبري، بغيتيها صغيره تصغري. انا درت هذا الحجم هذا، كيجيو شويه كبار حتى صغارين كيجيو رائعين. صافي كتبقاي كتديري هاد البيضات هكا حتى كتكملي العجين ديالك. وخليته يرتاح. عاودت المره الثانيه غادي نرجع نبدا من الاولى، نبسطحها شويه هكا بيدي ونكمل الكويرات ديالي كاملين بهذه الطريقه. ودائما كتعقلي ملي بديتي في الاول باش ملي كتبداي كتسرحي كتبداي من الاولى اللي خدمتيها هي الاولى. تقدري تستغناي على هاد المرحله هذه، ما تبداهمش هكا يعني يكونوا بويضات تبداي كتلقيهم عادي، راه ما كيتقطعوا ما حتى شي حاجه. غير انايا بغيت ندير لهم هاد الطريقه هذه كيجيو ساهلين. صافي البنات هاني ساليت الكويرات ديالي. دابا غادي نبدا كنسرحهم على هذا الشكل هذا. كترشي الزيت وتبداي كتلقيهم وتقلبي وترشي الزيت وانتيا غاديه هكاك. وراه العجينه كتساعفك كتمشي معاك، ما كتخافي لا تقطع لا والو. غير تلقوهم مزيان ما تخليهمش غلاضين باش منين يتقلاو ما يجيكمش غلاض ويجيكم مزيانين. حتى كيبدا كيبان لك السطح ديال العمل. يعني انا دابا كيبان ليا كنلف هكا بهذه الطريقه هذه. عاود كترشي الزيت كتبقاي قلت لك كتلقي مزيان حتى تبدا يبان لك داكشي. علاش كتطلقي؟ بحال انا كنطلق على الكسعه حتى كيبدا يبان لي داك الزواق اللي كاين في الكسعه. عاد كنجيب ديك الكويره ديالي ديال اللوز
كنتكي عليها بهاد الطريقه هذه. غير اللوز دائما يكون قاصح، ما يكونش يعني رطب بزاف باش ما يسيحش منين تجي تقليها. وكنتنيها بهاد الطريقه، هي واضحه وسهله، حتى المبتدئات يقدروا يديروا الرغيفات ديالهم وبكل ثقه وافتخار ويقدموهم للعائله ديالهم. راه كيجيو بلدادين كصريف هاد الشهر المبارك ديال سيدنا رمضان. كنستهلكوا بزاف هاد الشكل ديال المعسلات. وكنواصلوا هكا حتى كنساليو الكويرات ديالنا كاملين، نعمروهم باللوز. وهاد العمليه هذه كتاخذ لك واحد زلافه ديال الزيت المائده باش كتلقيهم.
صافي من بعد ما ساليت كاع الرغيفات ديالي غادي ندوز ندير مقله كبيره ندير فيها الزيت تسخن مزيان، وغادي نبدا كنقرص على الرغيفه ديالي. من بعد ما تسخن الزيت مزيان غادي نحط الرغيفه وغادي نبدا كنقلبها باش طيب مزيان. وغير بالنسبه لبنات العافيه دائما تجهدي باش تسخن الزيت، ومن بعد ما ديريهم تخلي العافيه معتدله، ما تجهدي لهاش بزاف باش ما تخطفهم لكش ويبقاو ما طايبينش من الداخل يجيوك معجنين، وما تنقصيش بزاف باش يجيوك زوينين منفوخين ويجيو مرقين ومزيانين. دائما خلي العافيه في المتوسط. هانتوما كنقرص عليهم وكنديرهم كنبدا كنقلب. وبقاو واقفين قدامهم، ماشي ديروهم وتمشيو لشي بلاصه اخرى، ولا ما خاصكمش تغفلوا عليهم، يعني تبقاو مقابلينهم واقفين عليهم تتساليهم باش ما يتحمروا لكمش اكثر من القياس اولا يتحرقوا. هانتوما هاني قلبتهم بداو كيتحمروا كما شفتوا كيتنفخوا. كيجي فيهم واحد اللون غزال كما شفتوا البنات دغيا كيطيبوا. صافي منين كيتحمروا كنبدا نحيدهم. انا غادي نديرهم في واحد الصفايه باش يقطروا من الزيت. وكاين اللي كيغطسهم في العسل، انا ما غاديش نغطسهم في العسل باش ما يشربوش العسل بزاف. كيعجبوني بهذه الطريقه هذه اللي غادي نوريكم. اصلا عندي العسل يعني زوينه، نوعيه زوينه، غير كنبقى نكب عليهم هكا العسل، اولا كتاخدي واحد المعلقه وكتبقاي دهنيهم بالعسل كيجيو رائعين، احسن من اللي كتمشي كتحشيهم في العسل كيهزوا العسل بزاف ما كيجيوش زوينين بحال هادو. كتقلبيهم عاود من الجهه الاخرى. ديري العسل، هاد العسله البنات غزاله. شتي كي كيتنفخوا الرغيفات وكيجيو مقرمشين وبنانين بزاف.
صافي، ها هي الرغيفه وجدات. دابا غندوزو للتزيين ديالها. كاين اللي كيدير لوز مهرمش، انا اختاريت ندير الجنجلان محمر من فوق منهم، كيعطي مذاق زوين وحتى المنظر زوين. شوفوا كي كتجي رائعه ومحمره، اللون ديالها كيشهي، وكذلك المذاق كتجي روعه. ديروها البنات في الديور ديالكم، وراها ساهله، تقدر يديروها المبتدئات كيف ما يقدروا يديروها اللي متعودين انهم يديروا الحلويات. شتي كي كيجي المنظر ديالها، كتجي غزاله ومقرمشه. شو التقرميشه كي دايره، وكيجي ديك العقده د اللوز من الداخل غزاله. بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم الفيديو البنات. ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد ديالي. ومع السلامه.